حراسة أمنية مشددة تفرض على هذا الموقع السري في شمال إسرائيل، ويمكنك أن ترى لماذا. الحشيش يزرع هنا بشكل قانوني وبدعم من الحكومة. الشركة الإسرائيلية تيكون أولام تقوم بزراعة نوع جديد من الحشيش للأغراض الطبية، يتم ذلك بإزالة مادة THC التي تسبب الشعور بالنشوة في أنواع الحشيش العادية، وبدلا من ذلك تضاف مادة كنابيديول. كنابيديول لا تلتصق بالمخ أو خلاياه كما هي الحال في الحشيش العادي، لذلك ليس هناك آثار سلبية، ويمكنك أن تقوم بعملك أو تقود السيارة أو أي نشاط يومي آخر دون تأثر بالحشيش الجديد. ديفيد طفل مصاب بالسرطان منذ سنوات، يتعاطى الحشيش في الشوكولاتة والبسكويت. كنت أتناول المورفين وكنت أشعر بقلة الألم لدقائق معدودة. عندما أتعاطى الحشيشة يقل الألم طوال اليوم. 10,000 إسرائيلي يستخدمون أو يتعاطون الحشيش لأغراض طبية، لكن النوع الجديد ربما يكتسب زبائن جديدة من راغبي تخفيف الألم. مصطفى المنشاوي، BBC.